لو حبك بجد أكيد قالك جملة من ال5 جمل دول. في الفيديو ده هنغوص مع بعض أكتر في الكلام اللي فعلا بيطلع من الراجل لما بيحب بجد، لما يكون شايفك شريكته نصه التاني، مش مجرد واحدة بيخرج معاها شوية أو بيتكلم معاها شوية. عشان كده هتعرفي إذا كانت العلاقة ماشية لقدام ولا واقفة زي ما هي، ولا هو أصلا مش شايفك مراته المستقبلية ولا حاجة. لو انتي مستعدة تكتشفي الحقيقة، بيحبك بجد ولا بيلعب بيكي ولا أصلا مش جاهز، اكتبي لي تحت في الكومنتات أنا مستعدة. هل هو مستعد يكون الراجل اللي انتي مستنياه؟ العلاقة دي هل هي العلاقة اللي بتحلمي بيها دايما؟ علاقة حب حقيقية وطويلة الأمد؟ لو دي نيتك اكتبي لي تحت في الكومنتات ويلا نبدأ. خلي بالك في آخر الفيديو في مفاجأة خاصة جدا عن حاجة الرجالة بيحبوا يحسسوكي بيها لما يكونوا بيحبوكي بجد. من غير ما أطول عليكي في الكلام، يلا نبدأ بأول جملة الراجل اللي بيحبك بجد هيقولها لك. رقم 5 هي عاملة ايه أو حاسة بإيه. لما الراجل بيحبك بجد هيهتم بحالتك النفسية، هيحب يعرف انتي مرتاحة ولا متضايقة. الراجل لما بيحب بيبقى عايز يسعد الست اللي بيحبها، بيحس إنه ليه قيمة لما يكون ليه دور في سعادتك أو في حمايتك. دي غريزة فطرية عند الرجالة. فلما يحس إنك مش مبسوطة بيحس إن هو دخل في حالة خطر، إنه ممكن يخسرك، وده بيهدده هو شخصيا. فاهتمامه بمشاعرك مش بس كلام، ده دليل إنه شايفك شريكة طويلة الأمد. فخلي بالك قوي، لو بدأ يسألك عن مشاعرك ده معناه إنه فعلا بيحبك. السؤال رقم 4، ليه حاسة بكده؟ السؤال ده أعمق من الأول، لأنه مش بس بيسألك انتي حاسة بإيه وخلاص، لكن كمان عايز يعرف سبب إحساسك. لو قلتيله أنا متضايقة هيقولك طب متضايقة ليه؟ لو قلتيله أنا مبسوطة هيسألك إيه اللي مخليكي مبسوطة كده؟ هو عايز يعرف إزاي كان ليه دور في ده، سواء إيجابي أو سلبي. هو عايز يكسب اللعبة، لعبة الحب معاكي. هو محتاج يعرف القواعد، وإنتي دورك تعرفي القواعد دي عشان يقدر يكون البطل اللي في حياتك. فاهتمامه بالأسباب ورا مشاعرك دليل كبير قوي إنه بيحبك. قبل ما نكمل، لو لسه مشتركتيش في القناة لازم تشتركي دلوقتي. ونرجع تاني للجملة رقم 3، انتي عايزة ايه أو انتي بتحبي ايه. لما الراجل بيحبك بيسألك عشان يعرف ازاي يسعدك، هو مش هيعرف يقرأ أفكارك. عشان كده هيسألك بشكل مباشر. لو سألك تحبي تاكلي ايه، تحبي تخرجي فين، نفسك في ايه، ده معناه انه عايز يوفرلك اللي بيسعدك. اوقات ممكن الراجل ما يكونش متطور كفاية اجتماعيا او ما عندوش اي خبرة قبل كده، فيسألك بطريقة ابسط. نيته في جميع الاحوال واحدة، يعرف انتي عايزة ايه عشان يوفرهولك. ولو سأل قوليله، ما تزعليش انه مفهمش من نفسه، لانه مجرد انه بيسألك معناها انه مهتم وبيحبك. الجملة رقم 2، انا بحب اقضي وقت معاكي او انا بحب اتكلم معاكي. لو الراجل بيحبك فعلا بيبقى عايز يكون جنبك. لو هو مرتاح معاكي وبينبسط وهو جنبك دي علامة قوية جدا. لكن لو دايما بيقولك أنا مشغول، أنا تعبان، أنا مش لاقي وقت لنفسي، أنا مفضتش أمسك الموبايل طول اليوم، أنا عندي قطة محتاجة أراعيها، يبقى هو عنده فعلا قطة محتاج يراعيها. اعرفي إن في حاجة غلط. فلو قالك أنا بحب أقضي وقت معاكي دي علامة إنه بيموت فيكي. فلو قالك بس خلي بالك، دايما فكري إزاي أقدر أسعده وخليه مبسوط أكتر وهو معاكي. ولما انتي تكوني مبسوطة ده بينعكس عليه، لأن المشاعر معدية.
نرجع دلوقتي للجملة رقم 1. يومك كان عامل إزاي؟ أو أسبوعك كان عامل إزاي؟ السؤال ده على قد ما هو بسيط بس معناه كبير. هو بيسأل عشان يعرف عن حياتك، يومك، كل تفاصيلك. عايز يعرف ايه اللي بيحصل في حياتك لما مش بتكوني معاه، وده معناه إنه مهتم جدا. لو بيسألك ده بشكل منتظم في التليفون أو في الشات، فده دليل قوي جدا على إنه عايز يكون جزء من حياتك، وعايز يتأكد إنك بخير، وإنك ليكي دور، وهو كمان ليه دور في حياتك متبادل. كل واحد عارف ايه اللي بيحصل في يوم التاني. وقبل ما نختم، عايز أعرف رأيك. ايه أكتر جملة من اللي قلتهم حسيتي إنها حصلت معاكي؟ اكتبيلي في الكومنتات ايه أكتر حاجة لمستك، وايه الحاجات أو الجمل اللي ما اتقالتلكيش خالص، ونقدر مع بعض نخلي الراجل يبدأ يقولها. ودلوقتي هنروح للمفاجأة اللي قلتلكوا عليها، الجملة السرية. الجملة السرية وأهم جملة: أنا عايز أحسسك بالأمان. ممكن كمان يقولك أنا مبسوط إنك حاسة بالأمان معايا، أو أنا عايزك تحسي إنك محمية وإنتي معايا، أنا عايزك تكوني مرتاحة. دي من أعمق الجمل اللي الراجل ممكن يقولها لما يحبك. هو هنا بيعلن عن رغبته إنه يكون الراجل اللي بيحميكي، اللي يوفرك كل اللي انت محتاجاه، اللي يخليكي تحسي إنك في أمان معاه. وده مش معناه إنه مش بس يحبك، لكن كمان شايف نفسه مسؤول عن سعادتك وراحتك. في القرآن ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وده بيشمل إن هو يوفر لك أمان وسعادة للناس اللي بيحبهم. فلو قالك كده اعرفي إنه واخد دوره على محمل الجد. وكمان لما بيعمل حاجة تحسسك بالأمان قوليله. لو فتحلك الباب، لو وقف جنبك في موقف كان مخيف بالنسبة لك، لو سأل عليكي وقت ما كنتي متضايقة، قوليله شكرا، أنا حسيت بالأمان. الكلام ده بيرفع تقديره لنفسه جدا، وهيخليه يعمل أكتر من كده معاكي. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، تعليق، وتشتركي في القناة. في فيديو تاني مهم جدا هعمله بعنوان 5 أسباب ليه الست مش المفروض تبادر سوري، أو تطارد الراجل. الفيديو ده هيوضحلك ازاي بيأثر على طاقتك الأنثوية لما انت اللي تبادري، وبيمنع الراجل ان يكون في طاقته ورجولته، وبيبوظ الانجذاب بينكو من الأول خالص. كل الحب ليكي. يا رب الفيديو ده يكون فادك. نتكلم مع بعض تاني قريب جدا.